السلام عليكم متابعين الاعزاء، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيكه ببيضه واحده. نتمنى ان شاء الله غادي تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. غادي نبداو الطريقه ديال الكريمه. عندي حليب وعندي 3 تفاحات وعندي الزبده وكاسرو وفاني، اي فاني اللي عندكم. انا توفرت عندي الفاني ديال البودر. وغدا ناخذ تفاحات 3 تفاحات محكوكين، الحكايه اللي غليظه غادي نحكوهم هكاك. بعد ما حكيتوه غادي ناخذ الكاسرو نحطوها في الكاسرونه ونضيفوا 3 الكؤوس الحليب ما يعادل 400 مليلتر. واحد الكيكه البنات والله لا تستاهل التجربه 100%. واحد الكيكه كتجي يا سلام، غادا تصلح لكم لاي المناسبات. وعندي 4 المعالق ديال النشا ما يعادل 50 غرام او مايزينا. ونضيفوا قليل من فاني، اي النكهات اللي بغيتو ديروها. 1 ملعقه ديال الزبده يكون حراره الغرفه، وقليل من الملح والسكر. السكر الى عندكم السكر سنيده ديروا 4 المعالق ما يعادل 70 غرام. انا اليوم حضرت معكم بالسكر ديال القالب. ميزان عينيه اخذت يعني المقادير ديال 3 المعالق ديال 4 المعالق. ها بعد ما طابت الكريمه ديالي هي واجده، غادي نخليها تبرد. ضروري غادي نغطوها بالميكاب باش ما ديرش القشيره. صافي غادي نخليها تبرد ونبداو العجينه. نضيفوا 1 ملعقه 1 البيضه كامله، 1 بيض ابيض. الصفر غادي نخليه، عندي بيضه كامله و1 البيض ديال البيض. الا جربتوها البنات والله الا غادي تعجبكم وتصلح لكم لاي المناسبات اللي غادي تاكلوها عندكم. غادي تقول لكم جيبوا الورقه وستيلو، غادي تهز المقادير. كتجي واحد الكيكه بريستيج يا سلام، والله لا تستحق التجربه. صافي غادي ناخذوا الزبده، نضيفوا 3 المعالق ديال الزبده ما يعادل 60 غرام. ونضيفوا السكر السنيده 4 المعالق ديال السكر ما يعادل 70 غرام، والملح قليل، 1 القبيصه د الملح. وصافي ونضيفوا الدقيق. عندي 4 غرام ديال الخميرات الكيميائيه، غير 4 غرام فقط. وصافي غادي نضيفوا الدقيق ونبقاو نعجنوا العجينه ديالنا. صافي خديت الصينيه ونبدا نقرصوا العجينه ديالنا هكاك. غادي نبسطوها مزيان في الصينيه. وناخذوا الكريم ديالنا غادي نخلطوها هكاك. كريمه ديال التفاح كتجي بنينه ما شاء الله، وكتجي لذه كتعجب الكبير الصغير. وصافي غادي نديروا كريمه في العجينه. ضروري الفرن يكون مشعول من فوق ومن تحت. غادي تنقصوا العافيه ديال الضوء على 180 الى ديال الغاز، غادي تنقصوها على حساب عينيكم ميزانكم. وصافي نبسطوا الكريمه ديالنا في الصينيه. شوفوا كيفاش جات كريمه بالتفاح ما شاء الله، كتجي بنينه ولذه واحد اللذه ما نصوركم بالله، يعني بنينه. غادي ناخذوا الجوانب ديال الكيكه غادي نبسطوهم هكاك بشي ملعقه ولا بالمص ولا غير بيدكم.
هاد التفاح تكون عندكم تفاح احمر، واحد 3 تفاحات، شي 3 تفاحات غادي تقطعوها هكاك طريف رقاقين، وصافي غادي نبداو نشكلوهم هكاك فوق كريمه. بعد ما كملت الكيكه ديالي غادي نحطها في الفران ان شاء الله، غادي تشوفوها في طبق التقديم. غادي ناخدو صفر ابيض ندهنو الجوانب ديال الكيكه ونرشوه اما كوكو ولا الكاوكاو ولا اللوز، اي المكسرات اللي عندكم غادي تزينوا بها الكيكه ديالكم في الجوانب. صافي البنات، غادي تشوفوها ان شاء الله في طبق التقديم، ديروها في الفران تشوفوها في طبق التقديم. هذه هي شكلها ديال الكيكه ديالنا، شوفوا كيفاش جات، تجي واعره وما شاء الله يا سلام. البنه والمذاق تبارك الله، غادي تحطوها تخليوها في الثلاجه حتى تبرد، عاد غادي تستعملوها. وصافي غادي ناخذ شويه السكر كلاص غادي نرشوه في الجوانب ديال الكيكه. الا بغيتو ديروا الناباج ولا الكونفيتير ولا العسل باش غادي تعطيكم البريو. انا ما درت له والو، ولكن خصكم الا استعملوها الضيوف ديروها ضروري. هذه هي الشكل الاخر ان شاء الله النهائي، شوفوها كيفاش جات ما شاء الله. دعمونا البنات بالبارتاج وباللايك والاشتراك، عاونوني في القناة ان شاء الله. الله يجازيكم ويحفظكم. كنشكر المتابعين الجدد والمتابعين القدام، كنشكركم احسن شكر. غادي ناخذ واحد الطبسي غادي نحطها الفوق التفاحة ونبدا نرش الجوانب ديال الكيكة. ديروا لي شي دعم شي الهجوم على قناتي، الله يجازيكم ويحفظكم وينصركم. هذه هي الشكل النهائي البنات، شوفوها كيفاش جات ما شاء الله، كتجي احسن من رائع. اللي غياكلوها عندكم غادي يقول لكم جيبوا ستيلو الورقه باش غادي يهز المقادير ديالها، ولكن الا حطيتوها الضيوف ديالكم غادي تحمر الوجه ديالكم قدام الاهل ديالكم وحبابكم ولا الجيران ولا اي المناسبات اللي عندكم، غادي ان شاء الله استعملوها ما تندموش عليها. كتصلح للعيد ولا كتصلح للمناسبات، لاي الضيوف لاي اللي عندكم كتصلح. ولكن واحد حاجه ما شاء الله رائعه جدا. شوفوا كيفاش المنظر ديالها يا سلام، والاكل ديالها ما شاء الله يا سلام، كتجي احسن من رائع وبنينه بالتفاح اللي فيها الداخل واللي فيها عود للتزيين، كتجي يا سلام. ايوا كنشكر جميع المتابعين. شوفوها غادي نقطعها معكم كيفاش جات. شوف الكريمه كتجي النص العجينه كتجي رقيقه، النص كبير هي ديال الكريمه كتجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش جات، عاد سخونه مازال ما بردات. غادي نحطها في الثلاجه نخليها الليله كامله في الثلاجه ولا 3 ولا 4 السوايع غادي تستعملوها. شوفوها البنات كيفاش جات ما شاء الله. ايوا كنشكركم احسن شكر جميع المتابعين والمتابعات. غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله، وشكرا لكم.